الأسرة والعسيرة والقبيلة والشعب لا يخلو من المواقف، لا بد من مروره بموقف. الله فضل بكتابه، فضل الكريم يبرز في ذلك الموقف في ذل الصعوبة. وأخواننا الأعزاء والأفاضل، عشيرة بني مسلم المحترمون، وعلى رأسهم القاضي العزيز الشيخ والإسلام أسعد المحترم، كل شيوخ بني مسلم وإجاويدها المحترمون. هذا ثروان الحسناوي جايب هذا المجلس المبارك المتمثل برموز السادات وقامات العشائر، شيوخ عشائر بني حسن وقائم عشائر بني حسن الشيخ أحمد آل خاتم آل حسن، وكل الخيرين والوجهاء والمتنفذين. والذي حصل قضاء الله وقدره، من حيث ان الله هو الذي يتوفى الانفس حين موتها، شريك ما عنده، الايه صريحه بحقه، وحده لا شريك له. اخوان الله يحفظكم جميعا. احنا بشهر مبارك، شهر رمضان المبارك، شهر التسامح، شهر التدريب، شهر التكريم، شهر الحديث عنه طويل من حيث كل المسميات. اول مره انا باسم اخواننا عشيره التراوي آلتين معذره، احدهما يسال الاخر لماذا الذي حصل، ليش؟ الكل ما راضي بوقوع الحدث، هذا من جانب. وجانب آخر باسم هذا المجلس أتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير على استقبالكم منا، وعلى ملقاكم، وعلى الأهل وسهلا، والابتسامة وضيافتنا بهذا المحل المبارك. هذا هو دليل رضاكم. لو ما راضين ما يحصل الذي حصل والذي ذكرته. وإحنا ما نجمعنا وإجينا، السادة وأخوانهم وكل الحضور الناشرة كامل الاعتبار لعموم عشيرة بني مسلم، من طفلها الصغير إلى شيخها الكبير، وعلى رأسها أكمل الشيخ والأستاذ أسعد المسلماوي المحترم، وأخوة وعمومة الحالة والعائلة الكريمة التي حل بها الحدث. هذا من حيث الاعتبار، ولكم أكثر من ذلك. أما من حيث ما متعارف عليه ومعروف، والله لدينا ولديكم الكثير من هذه العوارض. وأنا ما أطيل الحديث، بعد عندي حكي بس ما سويت، أريد أفسح المجال لغيري. إحنا في شهر فضيل، شهر تكريم، شهر تدليل، شهر الحديث عنه طويل، فلا بد من النظر إليه. وهذه الليلة هي ليلة النصف منه، ولادة الإمام الحسن، وأستميحكم عذرا من إطالة الحديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد منكم خير الدنيا والآخرة فليحترم الكبير. أنا أنظر إلى من أكبر مني سنا وعمرا، لا سيما من ابتدأ الحديث باسم الحاضرين السيد المحنى المحترم، وأنظر إلى حبيبنا وأبونا وشيخنا سالم الإمام زيد بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، السيد صاحب المحترم وباقي السادات. والله أنا لا أريد الكلام، ولكن مجبر على الكلام، لأن ما تفضل به جناب السيد المحترم هي الكلمات القلائل الشافيات بحق هذا الذي حصل وبحق هذه القبيلة. ولكن أقول وباختصار شديد:
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أعظم الله لنا ولكم الأجر بما حل بكم، ونسأل من الله سبحانه وتعالى على أن تكون فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام شفيعة له يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الأبدان تقشعر واللسان يتلعثم أمام هذه القبيلة المحترمة، قبيلة الكرماء وقبيلة الشهداء وقبيلة المضحين وقبيلة خدمة الحسين والحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام. وخير ما دليل حينما قصدنا إلى هذا المكان رأينا هذه الأمسية كيف تمجد بالإمام الحسن بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنا أختصر وأقول: من مخبر الطهر فاطمة أن الحسين يبكي دما على الحسن. فحينما يسأل الإمام سلام الله عليه: ألديكم أفراح أو عندكم أحزان؟ قال: نعم. ألديكم أفراح؟ قال: نعم. كيف ومتى؟ قال: أفراحنا مآتمنا أهل البيت. فحينما جئنا بهذين البيتين حبا بالحسن بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، الحضور هذا الجمع المبارك، هذه الإمارة الموقرة التي ضاع صيتها من شرقها ومن أقصاها إلى أدناها، قصدوكم اليوم بهذه العشائر المحترمة وبالمشايخ الذين جلسوا بغير أماكنهم، ونشكرهم ونشكر باقي السادات ونشكر هذه الإمارة على هذه الجاهة. والله نقول: يا قبيلة الكرماء، يا قبيلة الشجعان، باسم آل دهيم واسم بإمارة بني حسن نقول: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا يعرف الشجاع إلا عند الحرب، ولا تعرف أخاك إلا عند حاجتك إليه. فشكرا لكم حينما تركتم الذات وتصارعتم معها وتغلبتم عليها وطلبتم باب الأخاء والتراضي باسم الحاضرين. فباسم الإمام الحسن وباسم أمير المؤمنين وباسم هذه القبائل وباسم هذا الجمع نشكركم على المواقف التي حلت بكم، ونسأل من الله على أن يكون الشكر موصول عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لكم. ونقول: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا يعرف الشجاع إلا عند الحرب، ولا تعرف أخاك إلا عند حاجتك إليه. فاعلموا طلبنا اليوم باسم هذه الجماهير الحاضرة والناظرة والسامعة والمرئية والمسموعة، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: إياكم والعتاب فإن العتاب يولد الضغينة. فباسم الإمام الحسن أن ترفعون عنا الذنب الذي حل بنا وكرامة وأعطاها الله لكم، ولكن باب العتاب مرفوض ونطلب هذا الباب باسم الإمام الحسن. فاعلموا والله ان جميع الحقوق محفوظه. هذه الدقائق التي اغتنمها لان رسول الله صلى الله عليه واله يقول: لا تطيلوا فان الاطاله مذمومه. فختاما وحبا بالحاضرين جميعا وكرامه بالحسن بن علي وحبا للروح التي فارقت الدنيا نقول واسمعوا بصوت عالي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. علمتني الأحداث وعلمتني المجالس وعلمني المنبر بحضور الأمراء تسمع البلغاء كلمة الأخاء وكلمة التسامح وكلمة شفاء الغليل والقلب
من أمير إمارة بني حسن فليتفضل، وأستأذن الحاضرين جميعا مشايخ وسادات ومثقفين ومحترمين لابد أن يدلوا بدلوه مشروعا بذكر محمد وآل محمد. صل على محمد. نقدم اعتذارنا لاخوتنا ولحمامنا بني مسلم. قد اقدم اعتذاري الى الاستاذ اسعد الخالد بن صالح. حقيقه الخالد بن صالح هذا امانيه ما كان مقصوده، وانا اريد ان اذا حصل من قدرنا من الحديث ساعدتنا وجاوبتنا وشلوننا والموضوع انا بخدمه شيخنا العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. امامي بن مسلم الاستاذ الشايخ امير بن حسن، اهلا وسهلا بكم وتقبل الله طاعاتكم وصيامكم. كان السيد التمس انه قال ما اريد عتاب، بس اكو ناس هاي ما تدري الحاله، ما تعرف الحاله اللي صارت وراح تنتقل هذا. ولادنا هذول حي الامير مقابل جامعه البنات مال التربيه مالها بيتهم مقابل. والبني مسلمان نحكي يمكن يعرفون هاي العائله، لا راعي الفوائد، لا لهم علاقه يقول تاريخهم ما لهم علاقه بالمسائل. منا اللي توفى مهندس مطار يعني حقيقه تاذوا وتألموا على الحاله اللي صارت. حقيقه انسان شغل فيها محترم لا بس مره حاله اليه ما يصير قضيه وقوه. هاي حاله ولكن احنا عندنا بالقانون امر الصبر اصرار وتنصي، واغلبنا قاعدين كلكم رجال قانون، كلكم قامات في المجتمع وماشيين في المسؤولات. وعلى راس الامير بعد ما يظل صارت القضيه كالاتي: هم قاعدين في بيتهم اجى واحد بالسياره، واحد تحت باب بيته جاي بالسياره. ليش تودي الماء على السياره؟ واحد ترى الضرائب صغير، بس اقول قرابه ترى ما ضرب. انا بقرابه تدور ضرائب، وانا بيتي ما جاي لا بشارع ولا بسوق ولا ماسك السياره. هسه مره ثانيه يصير مره بسياره، مره على قاع، مره على مره، هاي ضرائب مش كبير. بس انا بيتي هاي قضيه ترى زحمه تأذي. قال له عمي شو تريد؟ قال المهم هد عليه، قال له احنا الفلان اليوم نسوي كذا، بس ما اقدر حفاظا كرامه اهلنا ما ترى واحدين، احنا الفلان راح نسوي. المهم هذا طلع روح راح غابه جاب ثلاثه وياه وهو رابع مثله وعدو خاف فشخوه باب منتظرين جامعه بنات وهم واقفين، لا عنده خط، لا صاحب مصلحه، لا عنده بيت شيخ. طلع شاف اولاد مفشخين. عم عليهم شنو صار؟ ليش؟ قام يصيح. المهم ابنه هذا المهندس توفى الله يرحمه، طفر من فوق درج سوى طفرتين شيء على وقع ولا ما وصل وقع مات. هذا الموضوع. اقول شنو حسبه؟ انا والله اتعارف على بس شيء، انا باب بيتي اطلقني وتعتل علي وتجيب جماعه فوقي وتطقني. ناس ما مو انا عرفت مشكور شيخ احمد الشيخ علاء الاحمد بعد هذا الامير طابرني حقيقه اجراءات الدوله لحد الان قائمه. من اجى هو شيخ هذا اليوم عرفنا بالحصه الوظيفه بعد الموضوع كل يوم. هذا ما بدنا نتكلم
وقف صار كلام مرتين في اللجان الشيخ علي وصار اكو كلام، احنا حتى لا نطبل بالهواء. والله احنا قاعدين انا ما نطل عليكم ولا اكيد عندكم التزامات وناس، بس القضيه يعني فيها شويه زعل مني. من صار الحادث لا واحد يجي لا واحد يتصل لا حقيقه انا عندي ولد وايد ايش اسوي؟ عمي الموضوع يعني ساعه جيب مدير شرطه، ساعه جيب محافظ، ساعه جيب مدير مكافحه، يا بيمي بعد ما هدي الله وكيل محمد هذا والله فاديت من عند الموضوع حتى لا تطلع سمعه ما لا قبيل ما لا قبيل. صار اكو عده اطارات وصار اكو اتفاق لانه والموضوع العرف وما نقدر نطبق بالهواء مثل باقي الاشياء، اطلب 300 واطلب 200 وذا الموضوع شباب ملايين وياي ملايين اطلب ماعونه يمكن يعني احسن. صار مسبب 25 مليون، 8 اللي اعتدوا 4 اللي اعتدوا عليهم 8 مليون صار 3. احنا عوفتنا كمني مسلم 17 مليون عليك. الفصل كله يصير 50 مليون. قاعدين بعد بنحيي كلمات الدنيا بنصحح المهدي بعد نشوف بني مسلم صغير وياس كل مشايخ بني مسلم قاعدين امانه بنحييهم وانا خدمه. بس الله وكيلك تأدينا من الموضوع وانا واحد من الناس ثاني تأدينا لانه صارت قضيه ويا بيتي اشوفها تحمى عليه. ويمكن الشيخ علي واكر الشيخ الدين يمكن كان موجود جانبي. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. خليني اسولف لك بس خليني اقول لك باسم امير بني حسن. نقول لك اتاني دعاء الطيبين فسرنا. نعرفك شنو انت ونعرف كلماتك الوافيات، لكن هاي من المسلم اليوم باب حسك التراث كذا. قل اتاني دعاء الطيبين فسرنا ودموع صحبي هيجت اشجان وعلمت ان الله ليس بمضيعي فكان رجائي في دعاء اخواني ما زلت عندي في الكروب. هذا كبر بهاي القبيله. ما زلت عندي في الكروب كمثلكم ايقنت ان الله للانسان. شيخنا المحترم انت اليوم ساد البابل ومو بس شيخ عشيره، اخو وخادم ورئيس مجلس وشيخ عشيره، واليوم صراحه احنا بني مسلم كل هاي الناس وكل هاي المشايخ اجت معتزه. ليش؟ لانه بني مسلم يمتازون بصفه مو نكايه من العشائر ولا بالقبائل، يمتازون بصفه خدمه الحسين. احنا اليوم نقول لك طلبك باسم الامير حاضر حاصل وحاضر وبيكيل ودله، لكن اليوم لاحظ الحافة على المتوزع وباسم الامام الحسن نريد التكريم وباسم الامام الحسن سمعوا الشيخ بني مسلم كل بني مسلم افلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا تحويل لك. ممنون الخدمه. انا ما اريد الامور دائما احب اختصرها ما اوسع. يعني لو اريد افتح بجزئيات اقول اللي اعتدوا جيل اجيبهم اللي توفى الله يرحمه. بس احكي لك على اللي توفى عندنا 3 اطفال كلهم، واحد بطن الله وكيل 4. مو انا احكي لك الحاله هذا عنده ابو ما يبات وهو يبات اما في المقبره. قضيه مأساويه والله العظيم. يعني انا ما اقدر تموت بعد اقول طيب بعد ما الولد هم دين ومؤدب واخلاق، بس احنا ما بنزاود على عاناق وكذا. الله وكيلك ولا بحالي ولا
الله يعز سيدي. بعد لا ايوه اللهم صل على محمد. الحج صالح البعيد بعد اللي الوصية شيخ علي حقيقي دور كبير ما يبين وجه الشيخ ما يسوى الشيخ علي بس انا اقول التمثيل حلوه ما ضل حي انا ما عندي بس اقول لك احنا اهل وصار بنقول انا بعدين وانا قاعد في الطايف قلت هاي بعدين بس مره هو من الاجواء ناس عينها عين جايه تبني حمامه يحطون هي على الحديد هي هاي قالت هي ممكن الامور تجي بيدك بس احنا شو نسوي؟ والله الامور تستوجب بانه لا والله انا ما راح اتجاوز على الوضع هاي 5 لا مو انت كمل خليك كمل انت مو بس واحد راح انت والشيخ ضباط والشيخ زهران قعدوا معازي قالوا احنا السلام عليكم قال هذه 30 انا اول شيء على انا ما اسوي الجواز عدل مدرسه سيدي هذه بس ارجع والله ما تواصل ويا ربعي انا متواصل على اللي قال يا شيخ علي انا جاي ما ناقش بين الطلبات كنيسه انا ما احب ما يناقش انت رجال انت بالشغل انت نسيبك هاي ما يعرفون
هذا كسير هذا هي متعلقات الدولة. طبعا عمي الله وكيلك. لا واحد المسلم لا شكل لا حجر لا لحد لا جاب وشاط حتى يطلع لبرا بخارج المخصصات لانه مراقب الجوي مو صحيح وعنده برضه هاي يسمى صدمه لما يجي شديد او فوق شديد او ضغط السي ما يصل الى مولد الدمار هذا سبب مو سبب ناخذ شيء تحت الله على والدي السبب الشيء اللي بالعشاير نص ديب فريق شنو يعني مثلا حسبنا عن حسبنا عن نص على راسي انا كل مرات راح اروح من رب العالمين انا اعيد واقول القامات الجايه ما نفتح التحديد اللي صار ابدا ما مقبول ولو بين نص المكان كان كذا قبل عليه يكون هاي جلسه اقول لهم فقدنا والولاء فرح الجاسم وهذا رجل يمكن يقبل الناس في المنطقه هم يحصلون كل ما يطبع انت كلش بس اللي جت ناس ما نقدر نشتغل بينما بين الله ما نقدر نسولف باكم ولا قامات عاد انسان حتى بعد لا يصير هاي 25 كبار الذمة إذا روحوا اجتمعنا لأجله رحم الله من قرأ صلاة الفاتحة مع الطلب ذكر محمد وآل محمد. شكرا لمن يسلكم.